أيتها الجماهير العزيزة الثائرة المؤمنة المرابطة في عراق العروبة ورسالتها الخالدة المعتصمة في ميادين الجهاد في الفلوجة ونينوى وصلاح الدين وسامراء وفي كل مدن وقصبات العراق. إن شعب العراق وكل قواه الوطنية والقومية والإسلامية معكم، تشد على أيديكم وتؤازركم حتى تحقيق مطالبكم العادلة في إسقاط الحلف الصفوي الفارسي. أن القيادة تدرس اليوم موضوع البدء في الاقتصاص العادل والحازم من كل من يقف مع المشروع الصفوي في العراق ويسانده، عراقيين مدنيين وعسكريين. نحذر أولا الخونة والعملاء والجواسيس سواء داخل العملية السياسية ومن رموزها العفنة أو خارج العملية السياسية، الذين يساندون المشروع الخطير في القول أو الفعل أو العمل في جريمة تدمير العراق وتفريسه وخمأنته، بأن المقاومة الوطنية ستتصدى لهؤلاء قبل المالك وحلفه الشرير إن لم يتراجعوا ويلتحقوا بشعب العراق. إن ما يجري اليوم في العراق وخاصة في عمليته المخابراتية وفي حكومة العملاء وتشكيلاتها ومؤسساتها فهو المشروع الصفوي التفريسي بكل عمقه وشموله، ينفذه الائتلاف الصفوي وبقيادة حزب الدعوة وزعيمه المالكي منذ أكثر من 7 سنوات. إنه مخطط واضح لتدمير العراق والحاقه بإيران. سنتصدى بقوة لأي عدوان غاشم على شعبنا الكردي يقوم به الحلف الشرير. واعلموا أيها العراقيون الماجد ويا أبناء العروبة في كركوك خاصة إن التهديد والتصعيد المتواصل وتحشيد الجيوش ضد شعبنا الكردي والتلويح باستخدام القوة بحجة الدفاع عن كركوك إنها فرية وإنه حق أريد به باطل. أناشد أخوتي وأبنائي قادة وآمري وضباط وجنود ما يسمى بقيادة عمليات دجلة وجميع فرق الجيش وألويته ووحداته الامتناع مطلقا عن إطلاق أي رصاص على أبناء شعبهم، عربا كانوا أم أكرادا أم تركمانا أم أقليات أخرى، شيعة كانوا أم سنة، مسيحيين كانوا أم مسلمين أو أديان أخرى، بل صوبوا أسلحتكم إلى صدور الجواسيس والعملاء والخونة، إلى صدور دعاة الطائفية البغيضة صفوية كانت أم سنية تكفيرية مقيتة. جيش العراق وكل العراقيين وجيش العروبة في كل أقطارها، وهو ليس لفئة واحدة أو حزب أو جهة معينة، وسيبقى إلى الأبد، هو جيش العراق كل العراق والأمة كل الأمة، وهذا هو الجيش العظيم. ويعود جيش العراق ليقيم حكم الشعب على أساس مبادئ وقواعد الديمقراطية الشعبية والتعددية في تداول السلطة وحرية الإنسان وحقوقه المشروعة والعادلة. ولا مكان بعد اليوم في عراق الجهاد والكفاح للحكم الشمولي، ولا مكانة للتفرد والإقصاء والاستئثار. وأملنا كبير في هذه الثورة المباركة وقياداتها الوطنية والقومية والإسلامية أن تتوحد وأن تحافظ على وحدة سوريا أرضا وشعبا وحضارة وتاريخا، وأن تحافظ على استقلالها الوطني والقومي، وأن تعي مخططات القوى الإمبريالية والصهيونية والاستعمارية من أن تنال من ثورتكم المجيدة بحجة معاونتكم ومساعدتكم.